أهلا بكم في قناة صوت. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي، أهلا وسهلا بكم وطابت أوقاتكم. طبيعي بدنا نتحدث اليوم عن اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى في قطاع غزة. الشيء الملفت للنظر انه بنيامين نتنياهو بيعلن انه احنا انتصرنا. اي انتصار هذا اللي بتحكي عنه؟ اي انتصار؟ طبعا حنحكي بالتفاصيل. انتصار هجرت ابناء القطاع زي ما كنت تقول، بدك تبني مستوطنات، انت مش قادر تحافظ على جيشك في القطاع، بدك تبني مستوطنات، وبعدين انت حررت الرهائن يعني بالقوة العسكرية. انتصرت على مين؟ انتصرت على الأطفال اللي ذبحتهم، والنساء اللي دمرتهم، والمباني والعمارات اللي يعني دمرتها بالكامل في القطاع. هل هذا انتصار؟ انت الواحد معزول ومكروه في العالم كله وبسبب غزة، هذا انتصر؟ يعني احنا لما نشوف الامور ننظر لها بهذه الزاوية، الامر مختلف كليا. يعني مين اللي اجى لغزة؟ غزة ما راحت لترامب، ترامب اللي اجى لغزة. كل هؤلاء اللي كمان حتى الوسطاء وتركيا وقطر ومصر هم اللي راحوا لغزة، مش غزة اللي راحت لهم. غزة ما توسلت لأي ولا استجدت أي أحد، بالعكس كانت صامدة. يعني المقاومة في قطاع غزة حققت المعجزات حقيقة. يعني المقاومة لما تقول انه احنا لا يمكن نفرج عن اسير واحد الا بعد وقف اطلاق النار والصواريخ والقذائف على قطاع غزة، ولا يمكن احنا نفرج عن اسير واحد الا بعد حقيقة الا بعد انسحاب اسرائيل وفقا للاتفاق. اما عملية التلكؤ ما في منه، وفعلا بدأت الان وقف اطلاق النار بدأ، والانسحاب الاسرائيلي ايضا بدأ. طيب هذه معقولة؟ هذا كلام واحد مهزوم على ايد يعني نتنياهو؟ لا، اللي بيفرض شروطه حتى في اللحظة الأخيرة ولا بتنازل مليمتر واحد عن مطالبه، هذا هو المنتصر، والمهزوم هو الذي يرضخ لهذا الأمر. طبعا يعني حصل هذا الاتفاق لسبب بسيط، لأنه المقاومة صمدت عامين كاملين ما تراجعت أبدا. حاولوا معها، حاولوا يمكروا، حاولوا خبثهم، حاولوا أبدا، وجدوا جبال من الصمود، جبال من الصمود. هؤلاء والله هذه مقاومة عظيمة بكل معنى الكلمة صراحة. يعني نتنياهو لم يحقق أي هدف من أهدافه. كمان بده يصير، طبعا بده يصير انه ترامب بده يحاول انه يوظف هذا الانجاز من اجل ان يعني يكسر الحده عن عزلته حتى داخل الولايات المتحده الامريكيه. يعني ترامب معزول ومهزوم، وحزبه ايضا مهزوم، والان الراي العام الامريكي يتهمه بالتواطؤ في حرب الاباده في قطاع غزه بوقوفه في خندق نتنياهو وخندق الدوله التي ارتكبت هذه المجازر. 200,000 طن من المتفجرات ألقتها إسرائيل على هذا القطاع البسيط اللي 365 كيلومتر مربع فقط، 150 ميلا مربعا. تخيلوا يعني 200,000 طن، ويعني أكثر من 70,000 شهيد و200,000 جريح. ورغم ذلك ما زالوا يؤمنوا بالمقاومة واستمرار المقاومة والالتفاف حول المقاومة. يعني هذه حققت إعجاز عظيم جدا. خلينا نشوف الإيجابيات، احنا دائما نجلد نفسنا بالنقد. خلينا نشوف الإيجابيات. أول إيجابيات إنه هذا طوفان الأقصى اللي احتفلنا فيه قبل أيام معدودة، وهذا الطوفان اللي أجى بحوالي 300 أو 250 أسير طبعا، وأكثر من 1500 قتيل إسرائيلي.
طبعا هذا إن هذه المقاومة تحافظ على هؤلاء الأسرى لأكثر من 24 شهرا ودون أن يعرف العدو أين يوجد هؤلاء، هذا إنجاز عظيم. هذه عبقرية عظيمة. هذا يعني تخطيط استخباري وعسكري غير مسبوق. خلينا نعترف بهاي، هذا إعجاز. كيف إسرائيل ما قدرت توصل لهم؟ اللي هاي عندها بتقول لك والله إحنا بنرصد النملة، إحنا عندنا كل أجهزة الاستخبارات وعندنا الوحدة 8200 وعندنا كله كذب، كله كذب. هذا ما عندهم. هم بيجي بيغتالوا واحد هنا وواحد هناك وببين حالهم أنهم مخترقين. لا، مش مخترقين. أكبر اختراق مخابراتي هو الاختراق الفلسطيني في طوفان الأقصى، وأكبر اختراق عربي هو اختراق اليمني. على أي حال يعني خلينا نطلع إيش اللي حصل. اللي حصل إنه التركيز طول الوقت في المفاوضات في الفترة الأخيرة، يعني اللي جابوا تركيا اللي هو رئيس الاستخبارات التركية ورئيس وزراء قطر وكمان مصر كلها كانت في شرم الشيخ. يعني الشيء اللي لافت انه التركيز، وهذا مخيف حقيقة، التركيز فقط على المرحلة الأولى. يعني المرحلة الأولى هي الإفراج عن الأسرى، هذا كله. يعني في 20 بند لم يتم التطرق إلا لبند الإفراج عن الأسرى ووقف إطلاق النار. إيش بصير بعدها؟ هنا هو السؤال الأكبر بعد. طيب احنا خايفين فعلا انه يعني نتنياهو يعمل زي ما عمل في مارس اللي فات، انه جرى التركيز على المرحلة الأولى. كان اتفاق ب3 مراحل، مرحلة أولى ومرحلة ثانية ومرحلة ثالثة. والمرحلة الأولى كانت الإفراج عن 10 رهائن. أخذ نتنياهو ال10 رهائن، وهذا وجه الضيف، ولا التزم مطلقا لا بوقف إطلاق النار ولا بالانسحاب من قطاع غزة. هل سيتكرر نفس السيناريو؟ يعني بده يجي طبعا طبله زمر، بده يجي ترامب ويحكي ويخطب في الكنيسة ويبين نفسه انه هو رسول السلام وهو الرجل اللي يعني وقف مع إسرائيل وهو الذي حرر الأسرى. يعني هذا يعني حيصير بينه وبين نتنياهو حرب حقيقية، لأنه بده يأخذ كل الإنجاز هو ترامب، مش حيعطي نتنياهو ولا شيء على الإطلاق. فهذا ربما يؤدي في بنتنياهو أنه يواصل الحرب. يعني وقف إطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة هزيمة لنتنياهو. نتنياهو دائما يهرب إلى الحروب. فأنا شخصيا يعني أحذر من أنه قد يلجأ إلى الحرب مرة أخرى في قطاع غزة مثل ما فعل في شهر مارس الماضي، ويسكر كل المعابر ويوقف اللي هو الوصول المساعدات لأهلنا في القطاع. هذا مسألة مهمة ويجب أن تنتبه إلها المقاومة بشكل جيد. الأمر الآخر أنه نتنياهو بده ينسحب لما يسمى الخط الأصفر، وهذا يعني أنه بده يحتفظ بخان يونس وبرفح وبيت حانون ومحور فيلادلفيا. هذا يعني هيك يعني زي ما عمل في لبنان. فإحنا لازم نكون حذرين، والمقاومة يجب أن تكون حذرة، وألا نحتفل مبكرا في هذا الانسحاب الإسرائيلي، لأنه وجود يعني نتنياهو وقواته في هذه المواقع الأربعة على وجه التحديد هذا يعني استمرار الاحتلال لقطاع غزة. وهي في لبنان شفنا أكثر من 8 شهور موجود في 5 تلال في جنوب لبنان، فلازم يكون هناك حذر. فكمان الأمر الآخر يعني أنه نتنياهو يستغل قصة نزع سلاح حزب الله، أنه يقول لك والله يا أخي في بندقية هنا، والله في كلاشينكوف هنا، لا وإحنا لازم نرجع للعدوان مرة أخرى. وهذا ترامب شخص كذاب. ترامب بياخذ اللي بده اياه بصفقوا له في الكنيسة ووقوفا يمكن 20 مرة يمكن 30 مرة، وبعدين بروح وبيغسل ايده من قطاع غزة وانتهت. يعني هاي قصة الرهائن كان هو يعني متبنيها، يعني تبني مطلقا. إذا بعد ما يعودوا يعني مشكلة ربما لا يعود إطلاقا ولا تعود المفاوضات بالنسبة للإفراج أو تنفيذ البنود 20 أو 18 الباقية من اللي هي خطة ترامب. هاي مسألة مهمة. لكن أنا في تقديري حتى لو تلاعب نتنياهو ورجع كمان حيخسر. يعني
يعني عامين كاملين ما انتصر على قطاع غزة. وإيش قطاع غزة عنده؟ هو عنده صواريخ، عنده والله حاملات طائرات، عنده والله يعني غواصات. إيش عندهم؟ هي الإرادة القوية، وهذه الإرادة موجودة ولن تتغير على الإطلاق. وهذا كمان حيزداد نتنياهو عزلة، وستزداد إسرائيل عزلة. هذه هي المسألة الأساسية. فلذلك يجب اللي هو إلزام الإسرائيليين بتنفيذ هذا الاتفاق وعدم انتهاكه، عدم انتهاك اتفاق الإفراج عن الأسرى. طبعا في هناك 2000 أسير إسرائيل، يعني 2000 أسير فلسطيني يجب أن يتم الإفراج عنهم، ونتمنى أن لا تعيد إسرائيل اغتيال أو اعتقال بعضهم. يعني طبعا إسرائيل رفضت، ما بدها تفرج عن اللي هو البرغوثي. يعني هذه مسألة مهمة جدا. يعني مروان البرغوثي بيقول لك هذا خط أحمر، انت ضل عندكم خطوط حمر ولا خطوط صفر ولا خطوط فحتى أنا بعرفش يعني كيف قبلوا اللي هو المقاومة الانسحاب إسرائيل للخط الأصفر. أي هو في خطوط صفر وحمر؟ ما هي كلها 40 كيلومتر طول القطاع، وعرضه في معظم المناطق 3 كيلومتر. طب انتوا حاطين خطوط زرقاء وخطوط حمراء وخطوط صفراء؟ لا، يجب أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي. وأنا أعتقد أنه بعد هيك هذا الوجود الإسرائيلي في القطاع سيؤدي إلى أزمات. أنا تقديري لا، هذا إنجاز كبير. يعني هذا استطاعت المقاومة أولا أن يكون قرارها موحدا في الجبهة الشعبية، في الجهاد الإسلامي، في حركة حماس. هذا قرار الدول أو الفصائل اللي ما وقعت في مصيدة أوسلو المذلة. فهذه مسألة مهمة. المسألة الأخرى هي أنه المقاومة ما زالت موجودة وسلاحها ما زال موجود، وأنه عزلتها للعالم كله، عزلتها لإسرائيل في العالم كله، والاحتفال بطوفان الأقصى هذا احتفال وإنجاز ونصر لطوفان الأقصى وليس لنتنياهو. المقاومة موجودة والسلاح موجود والشعب موجود والحاضرة موجودة والنصر قادم بإذن الله. لا تنسوا دعم قناة صوت بالاشتراك والإعجاب والتعليق، ولا تنسوا تفعيل جرس التنبيهات